ميركاتو شبيبة القبائل قد يشهد خلال الساعات القادمة صفقة من العيار الثقيل. لاعب دولي غيني عمره 23 سنة، والشبيبة فعلت كل شيء من أجل إقناعه، لكن هناك تفصيل واحد قد يقلب الصفقة بالكامل. فهل يكون جوسلين جانيه هو الصفقة التي انتظرها أنصار شبيبة القبائل؟ تابعوا معنا الفيديو للنهاية لمعرفة كل التفاصيل. في جديد شبيبة القبائل اليوم، ملف اللاعب الوسط الغيني جوسلين جانيه دخل مرحلة حاسمة جدا. المفاوضات بين شبيبة القبائل واللاعب وصلت إلى مرحلة متقدمة بعدما دخل الرئيس عادل بودجة والمدير التقني الرياضي يزيد منصوري على الخط بشكل مباشر. والهدف كان واضح، وهو إقناع اللاعب جانيه بالانضمام إلى شبيبة القبائل وحسم الصفقة بأسرع وقت، لكن اللاعب لم يعطي موافقته النهائية حتى الآن. اللاعب الغيني جانيه طلب مهلة للتفكير، والإدارة تنتظر رده النهائي اليوم أو غدا. إذا الساعات القادمة ستكون حاسمة في ميركاتو شبيبة القبائل، لكن لماذا يحتاج اللاعب إلى كل هذا الوقت للتفكير؟ وما الذي كان يمنعه من الموافقة مباشرة؟ اللاعب جوسلين جانيه البالغ من العمر 23 سنة هو دولي غيني وينشط في فريق فرنسي مع نادي باسيا. كان مترددا جدا في فكرة الانتقال إلى البطولة الجزائرية، لكن موقفه بدأ يتغير بعد استفساره عن شبيبة القبائل وعن إمكانيات النادي ومشروع الفريق وطموحاته. كذلك لا ننسى وضعية الفريق الحالي باسيا الذي لعبت دورا مهما خصوصا بعد سقوط النادي إلى الدرجة الثانية. جانيه كان يريد أول معرفة مستقبله مع فريقه الحالي قبل أن يتخذ قراره النهائي بالانتقال. ومن بين التفاصيل التي قلنا عليها في بداية الفيديو أنها قد تعرقل إتمام ونجاح هذه الصفقة هي الاهتمام الأوروبي، التي كانت واحدة من الأسباب في تردد اللاعب، لأنه كان يملك خيارا لمواصلة مشواره في أوروبا. المعطيات المتوفرة تقول أن هذه العروض لم تعد قائمة، وبالتالي هذا الأمر يعطي شبيبة القبائل أفضلية مهمة جدا في المفاوضات. لكن هنا تظهر معلومة أخرى قد تجعل الصفقة أكثر واقعية بالنسبة لشبيبة القبائل، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب. في وقت سابق كان الشرط الجزائي في عقد جوسلين جانيه يبلغ حوالي 1,000,000 €، لكن حسب المعلومات المتوفرة انخفضت قيمة الشرط الجزائي إلى أقل من 350,000 €. هذا رقم مهم جدا بالنسبة لميركاتو شبيبة القبائل، لأنه يجعل الصفقة أكثر قابلية للتحقق من الناحية المالية. المدرب كريم بالحسين أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع جوسلين جانيه، والسبب أن اللاعب يمتلك بروفيل يناسب احتياجات وسط ميدان شبيبة القبائل. جانيه يتميز بالقوة البدنية واسترجاع الكرات والافتكاك، لكنه لا يكتفي بالدور الدفاعي بل يستطيع أيضا بناء اللاعب من الخلف. إذا نجحت شبيبة القبائل في حسم صفقة جوسلين جانيه فإنها ستمنح وسط ميدان شبيبة القبائل توازن وحيوية، كما أن وجود لاعب بهذه الخصائص قد يحرر لاعبين آخرين مثل أرتور بادا وبوعمامة للقيام بأدوارهما بشكل أفضل. برأيكم هل يكون اللاعب جوسلين جانيه هو الحلقة المفقودة في وسط ميدان شبيبة القبائل؟ وهل يجب على الإدارة أن تفعل كل شيء من أجل حسم هذه الصفقة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد ميركاتو شبيبة القبائل 2026.